الأستاذ صادق الجبل الجميع غمرنا جميعا بها. سعد أعرفه وأسمعه وأقرأه من ربع قرن أو أكثر. من التسعينات أراه وأسمعه وأقرأه وأحبه كثيرا. ينطوي على نفس من اطلع عليها لا ينفك عن حبه، نقي إلى حد كبير، محب للآخرين، محب للحياة، كثير العطاء والود. غير أني أزعم من خلال هذه التجربة الطويلة والخبرة في علاقتي به أن مفتاح شخصيته اختصره هو بذكر المرأة. الرجل يعيش للمرأة لا للشعب. من وسائله للوصول إلى المرأة. بس هو تشبه لي كلف، قال له أمي شافت أمك، قال له أمي أدري بيه بس أمك سوداء. أنت تشبه لي بيه. أسمع أرى حقيقة داينامو محبة وبحث عن المرأة، داينامو لا يفتر ولا يستطيع أن يعيش دون أن يكون هذا الداينامو منشغلا بالمرأة. من خصائصه أنه لا يرى مرأة في العالم ليست جميلة. كل نسوان العالم جميلات في رأيه، فهو يتذوق الجميع، يحب الجميع، يكتب للجميع. وآخر شواهدي وأدلتي على ما أقول ما رأيته بنفسي في المربد الأخير تحيط به الجميلات قصائد تمشي على رجلين. هذه عبارة في المرأة. سئلت كيف تعرف المرأة؟ قلت قصيدة الله التي تمشي على رجلين دائما وأبدا، والله بها أشعرنا جميعا لأنها هي الجمال المحض. فكان محاط بقصائد تمشي على رجلين، وهو العريس المتوهج في وسط هذه القصائد. أحبه وشكرا لحضوره وشكرا للأستاذ صادق الجبل وشكرا لكم على الاستماع. شكرا لك. عبد الرزاق صديق إلى الأستاذ سعد عند كلمة قصيرة وشهادة تقديرية وصورة جماعية. تفضل أستاذ عبد الرزاق.